ما معنى البحيرة والسائبة والحام في القرآن؟ هل تعرف ما معنى البحيرة والسائبة والحام؟ هذه كلمات وردت في القرآن الكريم، وربما قرأناها مرات كثيرة دون أن نعرف معناها. فما المقصود بالبحيرة؟ وما هي السائبة؟ وما معنى الحام؟ هذه الكلمات وردت في سورة المائدة في الآية 3 قال الله تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. ذكرت الآية 4 ألفاظ: البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، وسنركز اليوم على 3 منها: البحيرة والسائبة والحام. لنبدأ بالكلمة الأولى: البحيرة. البحيرة من الأنعام التي جعل لها أهل الجاهلية حكما خاصا وفق معتقداتهم، ومن أبرز ما ذكره المفسرون أنهم كانوا يشقون أذن بعض النوق، ثم يمنعون أنفسهم من بعض وجوه الانتفاع بها كالركوب أو الحلب. وتنقل كتب التفسير روايات متعددة في التفاصيل، ولا توجد رواية واحدة ينبغي الجزم بها، لذلك نكتفي بالمعنى العام: البحيرة ناقة جعل لها أهل الجاهلية حكما خاصا. ننتقل الآن إلى الكلمة الثانية: السائبة. السائبة من التسييب، أي الترك والإرسال، وكان أهل الجاهلية يسيبون بعض الأنعام لمعبوداتهم فلا ينتفعون بها بالطريقة المعتادة. وتنقل كتب التفسير صورا مختلفة لهذه الممارسة، قد تكون بسبب نذر أو تخصيص للمعبودات، والمشترك بين جميع الروايات هو ترك الحيوان وتخصيصه وفق معتقد جاهلي. ننتقل الآن إلى الكلمة الثالثة: الحام. الحام هو فحل الإبل، أي الجمل الذكر البالغ. وتذكر روايات التفسير أن أهل الجاهلية كانوا إذا تحققت شروط معينة في هذا الفحل قالوا إنه قد حمى ظهره، فتركوه ولم يستخدموه في بعض وجوه الانتفاع المعتادة. وقد اختلفت الروايات في تحديد الشروط والعدد، ولذلك نذكر المعنى العام دون الجزم بتفصيل واحد. الآن نفهم المقصود من الآية الكريمة: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. المقصود أن الله لم يشرع هذه التصنيفات والأحكام التي جعلها أهل الجاهلية على أنعامهم، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. الآية تذم نسبة هذه الأحكام إلى الله من غير تشريع منه سبحانه. والآن نصل إلى الخلاصة. البحيرة من الأنعام التي جعل لها أهل الجاهلية حكما خاصا. السائبة دابة تترك وتخصص وفق معتقد جاهلي. الحام فحل من الإبل، جعلوا له حكما خاصا بعد تحقق شروط معينة عندهم. والتفاصيل الواردة في كتب التفسير متعددة، لكن المعنى العام واحد: هذه أحكام جاهلية لم يجعلها الله تشريعا. والآن عندما تمر عليك هذه الكلمات في القرآن الكريم ستعرف المقصود بها.